نبدأ ولا نبدأ؟ أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، في هذه الحلقة وهذه الكلمات أحاول من خلالها أن نبين حقيقة هذه الفريضة، فريضة الصيام، التي اكتتبها الله عز وجل على هذه الأمة. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، الآن الحمد لله نحن نؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن هذا الخطاب موجه لنا. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض، وهذا من فرائض الإسلام. وبالمناسبة، أعظم ما نتقرب به إلى الله أداء الفرائض. احفظوا هذا الكلام يرحمكم الله. أعظم ما نتقرب به إلى الله أداء الفرائض، لأن عندنا الفرائض وعندنا النوافل. أداء الفريضة أعظم عند الله من أداء النافلة. ذمتك لا تبرأ عند الله إلا إذا أديت الفريضة. فأحب شيء نتقرب به إلى الله، قال: مما افترضته عليه، كما في حديث الولي: مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك لا عتب ولا ذير أن نأتي بالنوافل. والنوافل تجبر، النافلة تجبر نقصان ما كان في الفريضة. ولهذا العبد يوم القيامة إذا عرض على الله، ونسأل الله يومئذ السلام والعافية، إذا عرض على الله عرضت فرائضه. مثلا فريضة الصلاة، مثلا لما تعرض فريضة الصلاة على الله يكون فيها نقص، تكون ناقصة. ربي يقول للملائكة: انظروا في نفله، انظروا في تطوعه، يعني هل هذا الرجل كان يصلي النافلة؟ فتضاف النافلة إلى الفرض، نافلة الصلاة إلى فريضة الصلاة، تجبرها. بالمناسبة،
نقول لكم كلمة. إذا الصلاة صلحت، إذا صلحت الصلاة كل شيء اللي موراها يصلح بإذن الله. وإذا ما مشاتش الأمور في الصلاة اللي موراها أيضا ما يمشيش. الأخ رشيد من جبت لنا الكلام هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يسأل عليه العبد، أنا وأنت، يسأل عليه المرء يوم القيامة. نعم، الله يرضى عليك. لا نسأل لا عن صيامنا ولا عن زكاتنا ولا عن حجنا، لأن الفرائض في ذاتها بعد الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج هي متفاوتة في المرتبة. فبعد توحيد الله عز وجل ذكرت الصلاة، فإذا صلحت صلح يعني اللي يجي موراها صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لما تتبع نصوص الكتاب والسنة تلقى الفريضة الوحيدة اللي قال ربي عليها من تركها فقد كفر هي الصلاة. أعظم أمور الدين عند الله الصلاة، رأس الأمر الإسلام، هذا حديث النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يا جماعة، أعظم ما نتقرب به إلى الله أداء الفرائض التي اكتتبها وافترضها علينا، وأعظمها منزلة بعد التوحيد الصلاة. ومن هذا المنبر، من هذا المسجد، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة من أهل الإيمان، أنصحكم نصيحة في جنب الله: احرصوا على صلاتكم. من أقامها من أقامها أقام الدين، من هدمها هدم الدين. وفي القرآن يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي القرآن يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الصلاة الصلاة الصلاة، هذه الكلمة التي رددتها أنا الآن 3 مرات هي آخر كلمات تلفظ بها النبي في موته، عند موته اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان طريح الفراش عليه الصلاة والسلام داير له كوة من ماء، الكوة نقولوا الطاس، كوة من ماء، خرقة، وخرقة نقولوا تشليقة هكذا، يغمى عليه صلى الله عليه وسلم، يمسحوا له على وجهه الشريف، يفطن. كيف يفطن؟ يقول لهم: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة: يحذر مما صنعوا، أي النبي يحذر مما صنع اليهود ومما صنع النصارى. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والمرء في الإسلام
العبد المرء في الإسلام بدينه بصلاته. حافظوا عليها لا تضيعوها، أقيموا الصلاة، فإن الصلاة من أثر إقامتها أنها تبعدك عن الفحشاء والمنكر. اسعى جاهدا عند إقامتها أن تكون فيها من الخاشعين ومن الحاضرين. إذا قال إمامنا الله أكبر قال وتحريمها التكبير، هذه تكبيرة الإحرام، قال تحليلها التسليم السلام عليكم. الفترة اللي بين التكبير والتسليم كن فيها من الحاضرين ولا تكن فيها من الغافلين. ولهذا علق الفلاح بالخشوع في الصلاة، فقال عز من قائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اسأل نفسك بعد تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، أين أنا من صلاتي؟ أين أنا في صلاتي؟ وقلبك الذي الآن في صدرك اطلبه في 3 مواطن، فإذا حضر احمد الله على هذه النعمة، وإذا لم يحضر في المواطن ال3 التي سأذكرها لك الآن اعلم أنه لا قلب لك، واسأل الله أن يمن عليك بقلب آخر. ومن هذه المواطن الأول موطن اطلب فيه القلب، فإذا حضر قل الحمد لله قلبي حي وينبض بحياة الإيمان. الصلاة، هل نخشع في الصلاة؟ هل نتدبر ما نقوله في صلاتنا؟ فيه سكينة وطمأنينة ونحن نصلي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا جاء في أثر هو في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر الزمان أول ما يرفع من قلوب الناس الخشوع. والله يا خوتنا الرجل يصلي يسلم لا يدري ماذا قرأ في صلاته. ويعجبني في هذا المقام ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال يقوم أحدهم في محرابه، المحراب هو مكان العبادة، قال يقوم في محرابه يصلي فجسده جسده في محرابه وقلبه يسرح في بلاد الغفلة. إذا حبيت تجرب شوف مثلا إنسان لو كان نقولوا البقرة والأنعام ونقولوا التوبة ويونس ونقولوا المائدة والنساء، هذه الطوال من القرآن، احنا ما نعرفش الطوال. الله أكبر ولا الضالين والتين هذا الإمام يقول والتين والزيتون وطور سينين. ركعة ثانية إذا جاء نصر الله، ركعة ثالثة الفاتحة يسلم، بعد تسليم أنا قاعدين. قل لأحدنا قل وش قرأ في المغرب؟ والله غير نسيت. وزيد تكبر الحالة كي يحلف شوفوا لي يا شباب والله غير نسيت. هذا وش يدل؟ هذا باللي هنا يا ودي واحد الإيمان قد جبال أحد، والإمام قرأ غير التين والزيتون وقرأ إذا جاء نصر الله. أما إمامنا إذا قرأ بنا من الأنعام والنساء والمائدة والأعراف والتوبة ويونس حدث عنا ولا حرج. الصلاة أنا ننصحكم من الأخر، وما تقولوش شيخ راشد لو جا الواد الرمان جاب لنا حاجة جديدة ولا، هذا كلام نعرفه لكن نريد أن نطبقه عمليا. احرصوا على صلاتكم وأحرصوا على الخشوع في صلاتكم، لأن الرجل كي ينصرف من الصلاة
يدي منها قد واش كان حاضر فيها. باش نفهموا 4 ركعات تدي من 4 هذه بقيامها وركوعها وسجودها وتكبيرها وتسليمها وتشهدها، تدي منها قدر واش كنت حاضر، واللي ما كنتش حاضر فيه ما تدي منه والو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الموطن الأول. والموطن الثاني قال اطلب قلبك عند 3. وين؟ قال عند الصلاة وعند قراءة القرآن. في رمضان المسلمون يجتهدون في قراءة القرآن، هذا جميل جميل، لكن الأجمل التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معليش جبت ختمة الأولى ممتاز، وانت الآن في الختمة الثانية، لكنك مررت على آيات كثيرة ما وقفت على معناها. العبرة ليست بالكثرة والكم الهائل من الختمات، وإنما العبرة أن تفهم عن الله ماذا تقرأ. أنا عندي 40 سنة وأنا نصلي أقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الله أعلم. 40 سنة أنا أصلي أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. من الاعتناء بكلام الله أنه يقرأ، هذا الاعتناء الأول. ومن الاعتناء بكلام الله أن نفهم ما نقرأ، وبعد الفهم القراءة والفهم العمل، وبعد العمل دعوة الناس إليه. هذا هو علاش ربي نزل القرآن الكريم. نزل ربي القرآن الكريم نقرأوه نفهموه نعمل به وننشره في الناس وندعو الناس إليه. والموطن الثالث حتى لا أنسى ونعود إلى اللي جينا من أجله، الموطن الثالث عند الجنائز والقبور. وبالمناسبة كل من يشعر بقسوة في قلبه أنصحه بعملين 2. العمل الأول أن يذهب لزيارة القبور والموتى، يروح يشوف شوية، شوف يتفكر حاله ويقول هذو اليوم هذو رمانا وغدا نكون أنا بينهم. وهذوك اللي راهم تحت الثرى والتراب، الثرى والتراب، الذين هم الآن تحت الثرى خبرهم أنت كما خبرهم علي بن أبي طالب. خليهم قال لهم السلام عليكم أهل القبور. قالوا الآن أنا أعطيكم الخبر، نحن الأحياء أنا أخبركم، إحنا الأحياء أنا أخبركم. أموالكم من بعدكم وزعت. هو مات، جو الورثة وزعوا الأموال، وشي طبيعي يعني، مش يعني حاجة بدعة ولا. أموالكم من بعدكم وزعت، دوركم ديار المساكن من ورائكم سكنت، ونساؤكم زوجت. هذا خبرنا نحن الأحياء. إيش الخبر عندكم أنتم الأموات؟ قال لو أنطقهم الله، هذوك الموتى لو كان ربي نطقهم لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. شيخ جئتمون فرادى كما خلقناكم أول مرة
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. جئتمونا فرادى بمعنى نعود إلى الله فرادى، كل واحد يروح وحده. وذاك السفر ذاك سفر محتوم حتم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سفر محتوم لازم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. جئتمون فرادا. وزيد من عمل صالحا فلنفسه. ما تحوش على الناس. موضوع الناس هذا نروحوا نطبقوه في كتاب، نطبقوه ونتهناو منه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. خلونا موضوع الناس، فلان جاب وفلان دا وفلان طلع وفلان هبط، فلان تزوج وفلان شرا وفلان باع، ونقعدوا دخلنا في واحد المتاهات ما خرجناش منها وتركونا من هذا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذه الحقيقة، هذه حقيقة. شوف قال جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تعرفوا أنت أول مرة لما زدنا وخرجنا من أرحام أمهاتنا قبل ما يختنونا، قبل الطهارة، جماعة يقولوا الطهارة جماعة يقولوا الختانة. هذيك القطعة هذيك نتاع الجلد اللي تقطعت نهار الختانة، هذه جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تولي هذيك القطعة في الإنسان هذا أول مرة وفرادى. واللي خليت لهم وراك تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذوك اللي خليت لهم ما ينفعوكش، لا من زوجة ولا من أولاد ولا من أقارب ولا من أباعد. وكل واحد فينا لهيه شحيح مشحاح بحسناته. وانا راح نجيب لك واحد الانسان، انا راح نذكر لك واحد الانسان في الدنيا هذه قادر يعطي لك عمره كامل يفديك به. عمره مش يعطيك رئة ولا يعطيك كلوة، عمره كامل قادر يفديك بها. لكن إذا تلاقيته يوم القيامة تقول له هاني حاصل وحسنة نسلك، ما يقدرش يعطيها لك. إني أذكرك الله في والدتك، أمك. الأم في الدنيا هنا أنت عندك زوجة، عندك أولاد، عندك يحبوك، لكن حبهم لك كحب الوالدة لك الجواب لا. وهي هنا إذا سمعت باللي كاين مكروه، أصبت بمكروه تفديك بعمرها، تفديك. هذه الوالدة الكريمة يوم القيامة في ساحة العرض على الله اطلب منها حسنة واحدة. قل الوالدة ما يما هني حاصل ما تقدرش تعطيها لك. تعرف علاه؟ لخاطش هي في أمس الحاجة إلى تلك الحسنة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. والمال اللي اعطاك ربي والزوجة والدور والقصور والسيارات والكراسي الدوارة والمراتب وكذا، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا كاع خليتهم وراكم. كاين حاجة بصح كاين حاجة تجيبوها معكم.
تعرف واش تجيب معاك؟ هاد القعده اللي راك قاعدها الان، صليت العصر وراك تسمع في شيخ تاع جامع جاء يقول واحد الكلمات من باب الذكرى والتذكير، راك قاعد معاه، هذه تديها معاك كي تروح في سفرك، تدي معاك الصلاة، تدي معاك الصيام، تدي معاك الزكاة والحج، تدي معاك إخلاصك وتوحيدك، تدي القرآن اللي راك تقرأ فيه، تدي عملك الصالح، هذا كله تأخذه معك. حبيت نبين لكم حاجة، اللي نخليوه مورانا رانا حارصين عليه شادين ب10 يدين، واللي نخليوه مورانا رانا متنازعين ومتقاتلين عليه، واللي نخليوه مورانا رانا متعادين عليه، واللي نديوه رانا مفرطين فيه. فما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. العاقل يخمم في الحاجة اللي يديها معاه، أما اللي موراه خلاص هو رايح ويخليها. كاين بعض من الناس هضر معاه يقول لك الدراري لازم المستقبل، واللي مات باباه هو في كرش يماه، كيفاش المستقبل تاعو؟ مات والده، مات باباه، هو مات باباه وهو 6 شهور في بطن يماه. هذا صاحبنا هضرنا معاه قال لك الدراري لازم المستقبل ولازم ندير لهم، لازم ندير. يا ودي راك غلط. واللي مات هو في بطن امه مات والده، خرج للدنيا من غير اب، وترعرع وكبر وعاش وملك وصار عنده مال، وراه الوالد نتاعو. حتى نقول المستقبل ارزاق ابنائنا وارزاق بناتنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال ربي لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والمعيشة هذه نحن، القرآن برك القرآن، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة مقسمة، الرزق نهار كنا 120 يوم في بطون أمهاتنا ضربت الأرزاق. والأجل، الأجل مكتوب محدد، فالأرزاق مقسومة والأجل مضروبة. وجفت الأقلام، كتب القلم وانتهى أمره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قالوا الواحد السيد كان عابد كبير عالم يسموه الإمام الحسن البصري، كان في البصرة، بصرة العراق، والكنية نتاعو على وليده سعيد. قيل له يا أبا سعيد الناس راهي متكالبة وتخاطفة وانت له بال كاع. قالوا ما نطمئن قلبي. فاش؟ قال لهم رزقي اللي كتبوا لي انا ربي ما يديش واحد اخر، يلحقني، واخر شيء من رزقي يلحقني قبل الموت نتاعي. فما من نفس منفوسة، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نفس منفوسة يعني كل نفس راهي عايشة إلا ويأتيها رزقها الذي قسمه الله لها، ويلحقها الأجل الذي أعطاها الله إياها. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كلما عظمت أمر الدين، قد ما تعظم أمر الدين تكون المرتبة نتاعك عند ربي مرتبة عالية. والناس يتفاوتون عند ربهم بإيمانهم وقلوبهم، لا بأسمائهم وألوانهم وأنسابهم
ولهجاتهم وأعرافهم وعاداتهم وعرقيتهم وعربيتهم وأعجميتهم. إن الله لا ينظر لهذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسادكم. الله تعالى ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى أعمالكم. أنت عند ربي تعرف تساوي بالشيء الذي في قلبك. والناس يتفاضلون عند الله بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد المرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس، قال له: يا عباس يا ابن عبد المطلب، يا عم رسول الله، انت عم الرسول وانت ابن عبد المطلب وانت صاحب النسب الشريف لرسول الله. قال له: يا عباس اعمل صالحا، دير واحد العمل صالح. علاه؟ قال له: فإني لا أغني لك من الله شيئا. بعد قال لها: يا صفية يا ابنة عبد المطلب يا عمة محمد، هي العمة تاعو، قال: اعملي صالحا إني لا أغني لك من الله شيئا. بعدين قال النبي للبنية هذيك الزينة الجميلة هذيك، قال لها: يا فاطمة، بالمناسبة من أحب الناس إلى رسول الله فاطمة، ومن أحبها، قلت شو الحديث؟ من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. فاطمة بضعة مني. شو معناتها بضعة؟ قطعة مني. قالوا: ولم يحفظ عنه، ما حفظوش عليه، أن ثمة بشر إذا كان في بيته جالس ما كانش واحد إذا دخل عليه ينوض له إلا فاطمة. كانت إذا دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم يقوم ويقبلها في رأسها، وكان إذا زارها في بيتها قامت إليه وقبلته على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. وحصل مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم همس في أذنها. عائشة كانت تشوف هكذا، النبي قال: ارواحي. أخبرها أنه قد دان الأجل، قال لها: راني قريب نروح. وقال جبريل: راه كان يجيني كل عام مرة، هذا العام راه جاني 2 مرات، قريب السفر. بكت فاطمة. كي شافت تبكي قالت: تعالي. فهمس في أذنها، قال: إذا مت أول واحد يلحق بي من أهلي هو أنت. فتبسمت. عائشة شافتها قالت له: وش كاين؟ قالت له: ما كان لي أن أفشي سر رسول الله، هذا سر. بعدين مات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، قالت له: نذكرك اليوم الفلاني همس في الأذن نتاعك، ضحكتي ابتسمت، بكيتي. عاود همس في أذنك، ابتسمتي وضحكتي. قالت له: في الأولى خبرني بأنه سيموت وقد دنا الأجل، وجبريل كان يجي مرة في العام، في هذا المناسبة، هذا رمضان هذا كان يجي يدارسه القرآن. في العام اللي توفى فيه جاء 2 مرات. بكات فاطمة وقال: يا بنتي ما تبكيش، كي نموت أنا الأول اللي يتبعني من أهلي وأنت. فتبسمت. قالت لها عائشة: وعلاش ما قلت الناس؟ قالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فاطمة، الكلام عنها لا ينتهي. وكمل من الرجال كثير، رجال كملوا منهم كثير، ولم يكمل من النساء إلا قداه 4.
خديجة بنت خويلد، هذه مرأة والله ماشي فخرا، ولا والله نقعد نهضر لكم الآن عليها. الآن نصلوا المغرب، أمور المغرب نقعد نهضر لكم عليها العشاء، أمور العشاء نقعد نهضر لكم عن خديجة لا ينتهي الحديث عليها. امرأة بمعنى الكلمة. ولذا قال كمل من الرجال كثير ما شاء الله تبارك الله، ولم يكمل من النساء إلا خديجة وفاطمة ومريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. هذوم 4 نساء اللي كملوا، ومنهم هذه الريحانة فاطمة. قال لها النبي مرة، شوف هذاك الحب وذيك المنزلة وذاك الوقار بينها وبين رسول الله، قال يا فاطمة يا ابنتي اعملي صالحا إني لا أغني لك من الله شيئا. شوف العباس عمه، صفية عمته، فاطمة ابنته، في 3 قال اعملوا صالحا إني لا أغني لكم من الله شيئا. ودليل هذا الكلام في القرآن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. عملك الصالح ما كان لا زيد لا عمرو لا فلان لا علان، عملك الصالح. وإذا المؤمن إذا وضع في قبره يجوا الملائكة يحبوا يدخلوا عليه، يحبوا يجوا من الرأس لا يستطيعون الدخول. أنا صلاته أنا سجوده، يريدون الدخول من اليمين أنا صيامه، من الشمال أنا زكاته، من قدميه أنا عمله الصالح. هذا الذي نأخذه معنا إذا عدنا إلى ربنا، والباقي تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم اعملوا صالحا تلقون به ربكم سبحانه وتعالى وهذا الذي ينفعكم. الجزائريين عندهم واحد الكلمة يقولوها لما نروحوا للمقبرة، نظن هنا كاين مقبرة قريبة حضرت فيها يوم توفى ذاك اللي كان يصلي هنا اللي يقرا شغل المنشاوي، هذاك الشيخ السعيد اللي كان في الجامعة تاع بلاطو، حضرت أنا جنازته هذه لها سنين، فتذكرت أن الآن هنا مقبرة. كيف هكذا الإنسان تذكرت إذا ذهبنا للمقبرة الناس الكل احنا انتم هذو يقولوا الله غير ساعدك يا فاعل الخير، صح؟ كاين ولا لا؟ ساعدك يا كي جينا نصلوا الجنازة احنا قدمناه هو ولا الله؟ عن أي خير تتحدث؟ احنا جينا قدمنا للجنازة، قدمنا في 200 توخروا 400 اللي يتوخروا عليها توخروا انهم ما يصلوش، وفي 400 هذوك انت تسمع منه يقول له والله غير ساعدك يا فاعل الخير، معليش ساعدك يا فاعل الخير. هذا اللي باللسان قيل، لكن بالميدان بالعمل بالفعل هو غايب. فساعدك يا فاعل الخير بالتطبيق بالاستقامة. وجيت حاجة تألمني لما نروح للمقبرة،
هذيك الموت هو درس، هو موعظة. كيفاش هذو خاوتناهم يدفنوا وجمع عليه نعم اي جات السلعة، قول له غدوة يجي يخلص، وقول له يزيد يدير لك البون، وقول له يدير لك كذا. وين رانا؟ قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت مع الهاتف، احنا ندفنوا في ميت كامل، مصيبة أصابتكم مصيبة الموت، مصيبة ميت أنا ندفنوا فيه، وانت ما زال رافد الهاتف وتتحدث عن البيع والشراء. وجماعة واقفين يحكيوا على كرة القدم وما يدفنوا في الميت. إلى أين نحن ذاهبون؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لكم جيتوا، لكن جئتم موتى إلى المقابر. فالذي لا يتعظ في المقبرة ولا يتذكر في المقبرة هذا قلبه قاسي، ولا بد عليه أن يراجع حسابه قبل فوات الأوان. اليوم تلبسنا بعبادة الصيام، وهذه نعمة كبيرة. وبالمناسبة أحمد ربي على هذه الفرصة. علاش؟ لأن قبل 1 رمضان اللي هو 29 اللي كان في الجزائر 29 شعبان، في 29 شعبان كاين ناس ماتوا الله يرحمهم. انت حي، وش سموا هذه؟ قال أماتهم الله وأبقاك، أو جاوب الشيخ منا قال لك هذه نعمة ربي وزاد أعطاك فرصة. فرمضان اللي صايمينه هذه فرصة باه نطبقوا الكتابات اللي فاتوا ونحلوا كتاب جديد مع رب العالمين. فرصة. أماتهم الله وأبقاك، هاك جايب اليوم 4 أيام من رمضان ولا نعم؟ ها؟ إذا أبقاك حاجة واحدة أخرى، وأنت دوك صايم. غيرك محروم من هذه النعمة. الكفار لا يصومون. الحمد لله رب العالمين وفقك أنك صائم، ودوك ندخلوا تولي الحالة تكبر الحالة. وفي الصايمين ما همش كيف عند ربي. اليوم قاعدين هنا وأنا معاكم في صيامنا، راهي كاين مراتب راهي تلعب هنا، وكل واحد بحسب تقواه في صيامه ينال الدرجة العالية عند الله. البارح أنا داير درس في وين هكذاك معاذ؟ درس تاع البارح كنا في الجامع الكبير تاع الحراس. قلت لهم الفقهاء يتكلموا الصيام بالك تتصدع لسانكم. الصيام امسك لسانك يصح صيامك من الاخر، فكلا تعب روحك كتابات وقال ويجب ومندوب. امسك لسانك يصح صيامك، ما تمسكش لسانك راح صيامك من الاخر. غض بصرك صح صيامه، احفظ سمعك صح صيامه، شد يدك عن اذى الناس صح صيامه. هذا هو الصيام. قولوا جا الاخراشيد ودرنا حلقه في وادي الرمان وقالنا هذا هو الصيام، وهذا هو الصيام. وقال لعلكم تتقون في لسانكم، في بصركم، في سمعكم، في يدكم، في قدمكم، وفي فروجكم. وما كاش حاجه تعييك والله يا الاخ، الله يزيدك نور على نور. ما كاش حاجه تعييك في الدنيا هذه. راكو تشوفوا كاع من الاخر. قال لي واحد، قال لي في الفيديوهات تعجبني الكلمه هذه، انا نقولها لك دوك. من الاخر
شوف الراجل هو كبير كبير هكذا، يكون قامه يعني الله يبارك، متر و80 مثلا، والله يبارك 130 كيلو الله، وكي يقعد بسم الله ما شاء الله في تهمهم على جال لسانه، تعرف كيفاش يولي قد هاك، هو طويل كبير بلسانه، لسانه وين يردو؟ في عين الله في ميزان الله يولي قد هاك، يولي ما يسواش. كاين واحد ثلاث اصناف من الناس نسميهم على طريقتي انا، عندنا بني علمان. بني علمان العلمانيون اللي راهم يحاربوا في الدين، يحاربوا في الاسلام، كل خطره يجيبوا شبهات، كل خطره يقولوا كلام، كل خطره كذا، ويقول لك الاسلام ما يصلحش، والاسلام تبعتوه وتخلفتوه، والاسلام دار لكم الاسلام. هذو بني علمان. وعندنا بني كلافه، كاين من الناس كلافه يحب يدخل خنشوشو في كل حاجه. وعندنا بنو رخصون، الرجل الرخيص اللي بلسانه يولي رخيص. هو راجل لما يدير بلسانه واحد الاعمال يولي رخيص في ميزان الله، ما يسوى والو عند ربي. واني قلت لكم شوف الراجل يجي واحد في الليل يقول لك اسمع البارحه هدرت عليا في القهوه، هو هدر عليه، شوف كيف يولي صغير، يقول له لا استنى والله مش هكذاك، يولي قدك، يولي صغار علاش عليك؟ احنا منا في الشرق، انا مجيت الشرق، ما كانش شرق لا غرب لا والو، خلاص احنا نقول واش فراك؟ واش دخلك؟ خلي الناس. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعاده، قال من علامه الشقاء أن ينسى الإنسان عيوب نفسه ويتفرغ لعيوب الناس. هذه الشقاء تاع الدنيا، شو هو؟ ينسى العيوب اللي راهي نفدتها نفسه، ويتفرغ لعيوب الناس. ولذا كاين واحد الخلق كي بداو يهضروا على الناس ويذكروا عيوبهم وذنوبهم، شغل هما الأرباب ويستحقرون الناس، يديرهم كاع على الأرض. اش هذا الشعب، هذه أمة هذه، وانت من؟ انت شكون؟ بالك انت راك رسول، احنا لم نسمع بذلك. بالك انت راك ملاك، احنا ما سمعناش بذلك. وهذا الشعب هذا، وهذه أمة هذه يستحقرهم الغرور والإعجاب بالنفس عياذا بالله تعالى. ما كانش حاجة تفسد عليك دينك ودنياك والآخرة نتاعك أنا في الجامع تحت داير لهم قانون، واحد ما يهضر معايا، عندي مقصورة نخرج نصلي بهم نعاود ندخل، اللي عنده سؤال يتفضل هنايا، عنده شغل هنا. حاجة أخرى قص قرماطوس، ما تهضر معايا ما نهضر معاك، غير نهضر نروح الأجر، أنا ما نهضروش. كيما واحد مثلا، شوف هذا المصحف أو لا بأس عليه، يجي ساميه يقولوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك؟ الحمد لله. ما بنتش اليوم؟ يا بلي طحت عليك، والله غير بلي طحت عليك. يريد أن يصدك عن القراءة. وتعرف وقتاش يتهنى؟ تحكم انت المصحف هكذا، شوف دير له هكذا. انا اليوم ما بنتش، كنت تحتها في باب الجزيره، كنت مشغول، باش هو يتهنى. كاين واحد الراجل جا لسيدنا عليه الصلاه والسلام، قال له الدين فيه الحلال وفيه الحرام وفيه قول لي كلمه نشد فيها. قال له سيدنا عليه الصلاه والسلام، قال له قل آمنت بالله ثم يكمل الحديث ثم استقم. الصحابي كي سمع الكلمه قال له يا رسول الله، بصح واش تخاف عليا في الدنيا هذه؟ قالوا ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟
آه. قال له النبي أخوف ما أخافه عليك، حكم النبي هذا وهذا، وجبد الطرف انت على لسانه دار له هكذا، قال له خاف عليك هذا يديك الجهنم. شوف من الفجر سحر حاجة خفيفة، هو صابر ومحتسب، كلمة يودر بها السوق، كلمة يودر بها السوق، وهذه الكلمة بالك واحد لا يلقي لها بالا. حبيت نسقسيكم نزيدوا ولا نحبسوا ولا؟ خاطر هذه أول مرة أنا جيت وما ماذا بيا ما نكونش ثقيل على غيري. هذيك الكلمة هذيك بها شوف من الفجر إلى الغروب، مسك على الأكل على الشراب جميع المفطرات، يقول كلمة راحت العزيمة. قال له واش تخاف عليا؟ قال له خاف عليك لسانك يديك الجنة ولسانك يديك الجهنم. سمعوا واحد الصحابي اسمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا كان من الصحابة اللي يحفظوا القرآن، وكان عالما جليلا في وسط الصحابة. كان جاء الجبل تاع الصفا، تعرفوا الصفا والمروة، اللي راحوا ان شاء الله يزيدوا يروحوا، واللي مازال ما راحوش يروحوا للحج والعمره ان شاء الله. هو في الصفا هكذا يمشي ويهضر مع روحه، قال له يا لساني سنا نجيب لك المتن وبعد نهضر لك بالدارجه. قال له يا لسان، او يهضر مع لسانه، قال له يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم، من قبل ان تندم. قال له يا لساني قل خيرا تغنم، قل حاجة تاع خير فيها غنيمة أجر، اسكت راك سالم. قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وقال له من قبل أن تندم، خاطر هذا يدينا بعيد، هذا أنا ما نعرفش راني نقول، هذا يدينا بعيد يدينا بعيد. يهوي الرجل بالكلمة يقولها من سخط الله، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 سنة بكلمة، واللي قال 10 واللي قال 100 واللي قال 1000. مالا هو كي يكمل الكلام سمعوا واحد قال له أبا عبد الرحمن وش الكلام اللي كتقولوا؟ قال له راني سمعت الرسول يقول، هذا عبد الله بن مسعود، قال له راني سمعت الرسول يقول له، قال النبي أكثر خطايا بني آدم، أكثر الذنوب تاع بني آدم وين؟ قال أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، والأعضاء أي الأعضاء، هذا وهذا والرجل أي الأعضاء. قال كل يوم كل نهار يطلع الصباح الأعضاء تكفر لسان، تهدر معاه وتقول له اتق الله فينا، يعني هذه اليد وهذه العين وهذه الأذن وهذه اليد والرجل هذو راهم يهدروا مع اللسان، واش راهم يقولوا له؟ يقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. الدنيا كاع راهي مبنية هنا. والكلمة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في هذيك الليلة المباركة جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرواح نروحوا للقدس، ومن القدس رانا نطلعوا ل7 سماوات. الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. في واحد السماء النبي شاف واحد المنظر، أعوذ بالله، ناس هذا الظفارتين تاعهم بالنحاس خارجين هكذا يخمشوا في وجوههم وفي صدورهم، فسالت الدماء من وجوههم وسالت الدماء من صدورهم. النبي قال جبريل، قال له يا جبريل من هؤلاء؟ قال له يا محمد هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويهتكون أعراضهم، هذول اللي كانوا يهضروا في الناس، والمجالس تاع اليوم كاع هضره في الناس، وما نرتاحوش لو كان ما نهضروش في الناس.
بقاو مقلقين. واش بيك؟ واش بيك مقلق؟ مازال ما هضرش في الناس، كي يهضر يرتاح. في القران اللي راهم يقراو بين الائمه، راكم تمروا على واحد الايات كي توصلوا تفكروا هذه الحلقه. منها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومنها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. جماعة الخير، الكبار الصغار الشباب، اللي حب يصوم يحبس لسانه من الآخر. هذا هو الصيام بينك وبين الله، أن تحفظ اللسان وتغض البصر وتصون السمع وتمسك يدك عن الأذى وقدمك عن الأذى. هذا هو الصيام لعلكم تتقون الله بصيامكم في شهركم هذا. ودار لنا ربي واحد الخصائص في هذا الشهر أذكرها بإيجاز. الخاصية الأولى ربي فرض فيه الصيام، والنبي سن فيه القيام، واستحب لنا الشارع الحكيم قراءة القرآن، والصدقة فيه ليست كالصدقة في غيره، وفيه الذكر وفيه الدعاء وفيه العتق من النار في كل ليلة، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر. أكو بديتوا تنوضوا أني فهمت روحي دوك نكمل. ليلة القدر، ليلة القدر هذيك ليلة القدر ليلة واحدة 86 سنة و8 شهور. هذه الأمة هذه يعيشوا 70 80. الأمم اللي كانوا قبل منا يعيشوا 300 سنة 400 سنة 500 سنة. احنا باش نلحقوهم دارنا ربي هذه المناسبات. شوف ليلة واحدة تاع ليلة القدر نديروا مثلا انت دوكا الله يبارك من نهار زدت عند باباك ودوك عندك 70 سنة نديروا باللي صمت 50 رمضان صمتوا. في كل رمضان كاينه ليلة القدر، وليلة القدر 86 سنة و8 شهور. شحال هي في 50 سنة؟ ما شاء الله. وهذه لأمة محمد لكم أنتم. وكي تروحوا للعمرة وتروحوا للحج، كي تدخل تصلي في الحرم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يا أخي في الحرم قال 100,000 وحدة برك، يا أخي صلاة وحدة ب100,000. كي تصلي 5 صلوات عندك أجر تاع 277 سنة من الأجر والثواب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تفرطوا في هذا الشهر. واللي يقدر في الشهر هذا ما يخرجش من الجامع ما يخرج، يروح يشوف هكذا امور هكذا صلاح، وكي يكمل اعماله دا يجي للجامع وعنده حاجه مصحف ذكر دعاء. وعندك في كل ليله، في كل ليله هاد 30 يوم في كل ليله عندك دعوه مستجابه. وفي هاد الليله 30 يوم في كل ليله لله عتقاء من النار. والليله تاع ليله القدر كي يهبطوا الملائكه تعرف شحال يكونوا؟ شكون يقول شحال يكونوا؟ شحال؟ 70,000. العدد تاع الملائكه هو اكثر من حصى الارض في هذيك الليله. الحصى يعني الحجر تاع الارض. شحال عدد الحجر اللي فوق الارض؟ ما لا يحصى. الملائكه اكثر عدد في تلك الليله. ومن وفق لقيامها قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي ومن حرمها فقد حرم الخير كله. الشهر هذا ضبطوا احوالكم، ضبطوا اموركم، وراه غير 30 يوم. البارح في الجزائر الدوله تاعنا قالوا غدوه رمضان، اليوم انا صايمين شحال؟ 4 ايام. شوف نجيبوا النص ومن بعد يجيو يقولوا الدوله تاعنا يقولوا غدوه 1 شوال والعيد. وش عندك يا فاعل الخير، احرصوا فرصه. وبالك العام الجاي ما نكونوش. وش رايكم؟ بالك العام الجاي يجي واحد يدرس وحنا نتحقر.
ها هي محاينك يا ها هي محاينك. ولا اغتنمها في جيبك، دير مصروف كل يوم بالك يفاتك 4 ايام عاود صدرك، كل يوم خرج صدقه على قيسك. 30 يوم 30 صدقه، 30 يوم 30 قراءه للقران، 30 يوم تراويح، 30 يوم صيام، 30 يوم ذكر، 30 يوم دعاء، 30 يوم اطعام تاع مساكين. وتسبيحه واحده في رمضان خير من 1000 تسبيحه في غيره. أنا في رمضان سبحان الله، هذه الكلمة اللي قلتها خير من تسبيحة في 11 شهر، من 1000 تسبيحة. هذا شهركم. حتى النبي هن الصحابة قال لهم ها قد جاءكم رمضان شهر مبارك. قال العلماء والحديث أصل في التهنئة، يعني هنأهم النبي وبارك لهم برمضان. وزيد عندك فرحتان للصائم، فرحة عند فطره كملنا الحمد لله يا ربي العزيز، وفرحة نهار نلقاو مولانا، وفرحة عند لقاء ربه. ما نلقاو ربي باش نلقاوه؟ نلقاوه بصيامنا وصلاتنا، نلقاوه بقرآننا، نلقاوه بأعمالنا الصالحة. هذاك النهار ربي يقول لنا لينا ليكم المسلمين، يقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ربي لما قال الكلام الكفار اللي كانوا مغبونين عاود ولات فيهم الحياة في القيامة، فرحوا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الكفار فرحوا. كمل الآية قال ربي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. عاودوا الكفار هبطت المعنويات نتاعهم ورضخوا إلى الأرض. وهذيك الآية اللي في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الشيخ رشيد هذه شو معناتها؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كي يكونوا لهيه عندنا جماعة يروحوا للجنة مباشرة، الله يجعلنا منهم. عندنا فينا اللي شوية الحالة تعبانة يعقبوا لهي الجهة هذيك، يقعدوا فيها مدة في جهنم، يقعدوا مدة ما يخدوش فيها شوية هكذا، وبعدين رب العالمين يخرجهم برحمته من جهنم. اللي نحوس عليه الكفار يقولوا لهذوك العصاة من خاوتنا هذا، يقولوا يا اخي في الدنيا كنتوا تقولوا لا اله الا الله وكنتوا تصليوا، واش راكم ديروا في جهنم؟ ربي غير على الكلمة هذه يرفدهم ربي من جهنم ويدخلهم الجنة. على جهنم قالوا لهم انتم كنتوا تقولوا لا اله الا الله فما اغنت عنكم لا اله الا الله، واش دارتكم لا اله الا الله؟ ربي سمع هذه الكلمه من الكفار من المسلمين، رفد هذوك المسلمين العصاة من جهنم وين داهم الجنه. ثم قال ربي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الجنه تاعكم والكافر يدخل الجنه، بالك يدخلنا الريح ثاني ولا نقولوا ماشي. الكافر يدخل الجنه، يدخل كاين حالة يدخل فيها. ما سمعتكش، راك خايف، إلا خايف ما تقدرش. لا ماشي هذا. وراك يا صاحبنا حياك الله. البرا تعرفوا البرا اللي تخيط بها امك السروال، تقول لها ما سروالي مقطع منها خيطي. البرا ندخلوا فيها الخيط باش نخيطوا. جيب لنا الجمل تعرفوا الجمل، دخلوا لنا الجمل في ثقب الإبراءات، فإذا دخل الجمل ثقب الإبراءات دخل الكافر الجنة. يدخل قال ولا القرآن أو جاية في سورة الأعراف كنت تسمعوها وتفكروها. قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
وكلمة الجمل فسرت بمعنى آخر، قالوا والجمل، قالوا لا، قالوا كاين معنى واحد آخر. الباخرة، البابور لما يرص في الميناء، شفت الحبال هذيك الخشينة اللي يربطوه بها، جيب هذاك الحبل الخشين دخلوا في ثقب الإبرة يدخل. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكي نكونوا لهيه ونتلاقاو في الجنة بإذن الله. ما شكون وأزلفت الجنة للمتقين. إذا ما دخلتوهاش انتم المسلمين من يدخلها؟ كي يكونوا ثم، كي يكونوا في الجنة الكفار. وقال الذين آمنوا وقال أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، احنا نعيطوا لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذه في سورة الأعراف، وعاود افتحها وقراها: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن موذن بينهم أن لعنة الله على الكافرين. ما زال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما الآخر؟ جنة نار، الجنة للمسلمين والنار للكافرين. الله يتقبل منا الصيام والقيام، والله يلقانا في ساعة مباركة. وأنا فرحت لما جيت لوادي الرمان وتلاقيت هذا الوجوه الطيبة، هذا الرجال الطيبين المباركين، إن شاء الله معرفة رب العالمين. وأسأل الله لي ولكم التوبة، الله يعفو عن ذنوبنا ومعاصينا، وأسأل الله لي ولكم العافية. هذا الدعاء كثروا في رمضان: إنك عفو تحب العفو. هذا قولوا في الخمس صلوات وفي التراويح وفي الليل وانت طالع وانت هابط وانت تمشي، لا تنسى هذا الذكر، وبالأخص ليلة القدر. الله يغفر للجميع، وربي يرحمنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامحوني برك على الإطالة، سامحوني بارك الله يجزيكم الله خير. عمي شريف تفضل. عمي شريف الله يبارك فينا في مقامك، كثر خيرك، ربي يشرفك، الله يجزيك، بارك الله فيك، الله يجزيك بالخير، بارك الله فيك، كثر خيرك، شكرا، الدنيا والاخره ان شاء الله، الله يجزيكم بالخير، يكرمك في الدنيا والاخره ان شاء الله. بارك الله فيكم، نلتقي في ساعة مباركة ان شاء الله، كثر خيرك وموديك، عاود تولي الحاج بإذن الله، ان شاء الله ربي يخليك مناره لنا ان شاء الله، شكرا، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، بسم الله.